السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا حلقة جميلة، هي مش جديدة لكن فيها تكات حلوة. اسمعوا، سامعين صوت القرمشة؟ يلا بينا يا حبايبي نشوف سر القرمشة ده اتعمل ازاي، واتفرجوا على القمر ده اتعمل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ما تنسونيش لايك وشير قبل ما تتفرجوا على الحلقة. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل السمك بطريقه مختلفه عن اي طريقه احنا قدمناها في القناه. هعمله بطريقه المحلات، المقرمش على اصوله. يلا يا حبايب انا هروح انضف السمك على الحوض، وبعد ما انضفه هوريكم هنعمل ايه ان شاء الله. بصوا يا حبايب قلبي، بعد ما غسلت السمك بتاعي كده ونضفته بالمنظر ده، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، مش محتاج اي حاجه. ورغم كده انا برضو هبدا اعمل له محلول كده. هبدأ كده احط معلقة ملح، طبعا دي طحينة من اللي انا عاملاها في قلب البيت. لازم معلقة الطحينة ديت بتشيل اي زفارة في السمك. رشة من الدقيق كده، وهبدأ طبعا ادوب الكلام ده كله في قلب المية بتاعتي ام السمك ديت، وهنقع السمك بتاعي ده لمدة نص ساعة. وعلى ما يتنقع هروح احضر الخلطة بتاعته اللي انا هتبلها فيه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الميه بتاعته كده حاجه نظيفه، وبكده اضمن نظافه السمك وعدم الزفاره بتاعته. بصوا ما شاء الله نضفته. وطبعا يا حبايبي دي عصره ليمونه كده اخر حاجه بضيفها في الميه بتاعه السمك. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي جهزنا قرون الفلفل الحمراء والخضراء وفصين بس من الثوم، البصلايه الصغيره ديت. هنروح نضيف الكلام ده كله بسم الله كده في الكبه. البصلايه الصغيره ديت بتودي تتبيله في حته تانية خالص. وديت البهارات اللي هنستخدمها: معلقه كبيره من الكمون، معلقه صغيره من الشاي من الملح، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، معلقه ربع معلقه شطه صغيره بس عشان خاطر الايه، احنا طبعا حاطين قرون فلفل الحمراء. هننزل الكلام ده كله ونبدأ نضرب الخليط ده بتاعنا طبعا مع إضافة الليمون. وطبعا هنا ضفت الليمون آخر حاجة، وهبدأ أضرب الخليط بتاعي القمر ده. شايفين يا حبايبي بعد ما ضربت الخليط، بصوا هنروح بقى نقطع السمك بتاعنا تقطعات كده هوريها لكم. بصوا يا حبايب قلبي السمكية بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفينها بالمنظر ده. طبعا لو السمكية حجمها كبير هنديها ايه شقتين كده، شقتين من الجنب كده اللي هو من الظهر يعني، لا اما مثلا ايه شقه واحده. انا دي طبعا دي اديتها شقتين كده زي ما انتم شايفين عشان تبقى حلوه ومستويه من جوه. دي سمكه حجم صغير اهو زي ما انتم شايفين، هديها شقه واحده بس كده من الظهر، شقه واحده بس. هبدا كده يا حبايب قلبي، بصوا اللهم بارك، حاجه جميله قوي. هبدا اخد من التتبيله بتاعتي واملى بيها البطن كده كلها اهو بالمنظر ده. وبعد كده السمكية من بره الفتحات اللي انا عاملاها دي برضو ادلك السمكية كده كلها بالمنظر ده. هتبل كل السمك، بعد كده ارجع لكم واقول لكم الخطوة التانية اللي هنعملها ايه. يا حبايبي انا تبلت السمك، وطبعا التتبيلة اللي متبقية دي انا مش هرميها، انا هستخدمها. يلا بينا يا حبايبي نعمل احلى شوية رز صيادية معانا. وزي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده البصله، ولازم الزيت يسخن قوي كده تسمعوا الطشه دي. بصوا بقى يا حبايبي سمك صياديه، انا مش هقول احرقوا البصله بس يعني ايه هنخلي لونها احمر، وهتشوفوا لونها وهي بتحمر على مراحل. طبعا احنا عايزينه رز بني، هو رز الصياديه زي بتاع المطاعم، زي ما بيجي يتقدم لكم كده في المطاعم لونه بني. طبعا في تكات كتير بتضاف للرز الصياديه، صوص باربيكيو، صويا صوص، الالوانات اللي هي البنيات دي اللي هي بتخلي لون الرز بني معانا. طبعا انا هنا هخليه بني طبيعي بلون البصلايه. شايفين هو ده اللون اللي انا عايزاه، كفايه كده الميه.
بعد ما نزلت بالميه هنزل بمكعب مرقه، ربع معلقه من الكمون. ودي طبعا الخلطه او الدقه بتاعت السمك اللي انا عملتها، ضفت معلقه منها. وخلي بالك طبعا ما تزوديش ملح كتير علشان الدقه حادقه وحراقه، فضيفي الملح مظبوط. وعشان انت برضو ضفتي مكعب مرقه مش عايزه تضيفيه براحتك. طبعا انا نقلت العين على او ميه الرز على العين الصغيره عشان اسوي. بسم الله، معايا كيلو من الرز. طبعا انتوا عارفين الرز المصري كل كوبايه رز مصري قصادها كوبايه ميه. وطبعا انا نقلته على العين الصغيره علشان خاطر يستوي على مهل. وهنا يا حبايب قلبي بيكون الرز بتاعي اتظبط ميته، وهبدا اغطي عليه كده، مفتحش عليه الا بعد ربع ساعه ان شاء الله، او اول ما ابدا اشم ريحته. بصوا بقى يا حبايب قلبي، رحت هبدا اقلي السمك معاكم. طبعا انا حطيت حله غويطه كده عشان ما عنديش طاسات عاليه، نزلت بازازه زيت كامله علشان من سر القرمشه بتاعت السمك المقرمش بتاع المحلات كميه الزيت الغزيره دي. وهنا يا حبايب قلبي جبت كوبايتين من الدقيق ونزلت عليهم بمعلقتين من النشا كده، معلقتين هرميين. طبعا دي اول معلقه. تاني معلقه هي يا حبايبي. طبعا كل حاجه قدامكم علشان المصداقيه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي. انتوا بتخشوا تتفرجوا على الفيديو ليه مش بتحطوا لي لايك؟ اللايك دوت بيخلي الفيديو يشوفوه اكبر عدد من المشاهدين، والقناه بتاعتي تكبر بيكم. وانا طبعا الحمد لله وصلت ل1000 مشترك. عايزين نحقق الشرط التاني اللي هي المشاهده يا حبايبي، فحطوا لايك علشان الفيديو يتشاف. طبعا يا حبايبي دي ربع معلقه من الكركم، برضو بتطعم حلو الدقيق بتاعنا وبتخليه كويس. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا احنا بنصفي السمكيه كده من اي تتبيله علشان التتبيله بتاعتنا دي ما تتحرقش كده اهو بعد ما تكون شربت منها. وهنيجي كده نسمي بسم الله. شايفين بطن السمكيه دي؟ هنملاها دقيق كده، هنعفرها كلها دقيق ونبدر قلب السمكيه من جوه. طبعا ده من ضمن الاسرار اللي بتخلي السمكه معانا مقرمشه، ما تخليهاش دبلانه او تطرى بعد كده. شايفين يا حبايب قلبي بطن السمكيه؟ شايفين شكل السمكيه بعد ما اتبدرت بالمنظر ده يا حبايبي؟ وهنروح على الزيت بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هنخلي النار عاليه كده اول 3 دقايق على السمكيه، ونبدا نوطي عشان السمكه تستوي براحتها. ايه ده؟ شايفين بسم الله ما شاء الله؟ شايفين الشكل الجميل الروعه ده؟ الله اكبر، ما شاء الله على لونها وعلى صوت الخربشه بتاعتها والقرمشه. بصوا السمكيه بتغطس ازاي في الزيت. قولوا بقى سمك كنتاكي، قولوا الحاجات القمر دي جميله. اللهم بارك، حاجه تشرح القلب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. السمكيه تطلع على مصفى ده هو بالمنظر ده علشان تفضل مقرمشه زي ما هي. ويا حبايبي زي ما وريتكم كده الطريقه. هننزل بسم الله. شايفين ما شاء الله. وهنا يا حبايب قلبي هروح اجهز شويه سلطه كده، طبق محترم من اللي انا معوداكم عليه في الحلقه بتاعتي. طبعا انا هعمله من ورا الكاميرا لاني انا عملت حلقات كتير في السلطه في قلب القناه عندي. وبكده يا حبايب قلبي يبقى انا خلصت السمك المقرمش بتاعنا، وعملت السلطه اهي، وعملت الرز بتاعنا الصياديه القمر ده. نبدا كده نزينه كده بحبه رز بحبه خضره كده، رز زي ما انتم شايفين كده القمر ده. ايه رايكم في القمر ده يا حبايب قلبي؟ يا ريت لو استفدتي من الحلقه بتاعتي النهارده واستمتعتي بيها ما تستخسريش فيا لايك يا حبيبه قلبي انتي واصحابي كلهم على القناه. ودمتم في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.